تخرج أم مكة من السجن بعد ما اتحكم عليها 6 شهور و100,000 جنيه غرامة. 6 شهور قضتهم وال100,000 جنيه دفعتهم، وهي دلوقتي خارج الرصيف. خليني اقول لكم انه ام مكة من الناس اللي معروفة على السوشيال ميديا، كانت بتبيع فسيخ وربنا كرمها وفتح عليها، وكان عليها كلام كتير الفترة الأخيرة إن هي بتشتغل في تجارة الأعضاء والكلام ده كله. طبعا كل ده كان كلام بدون أي دليل أو أي برهان. بس الحبس الحقيقي اللي حصل لأم مكة وأم ساجدة مع بعض كان بسبب الفيديو اللي هو كانوا لابسين مخطط فيه، وكان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكان في رتح وصوت عالي وطريقة غير لائقة أصلا بالمجتمع المصري، وغير مألوف أصلا قدام صورتنا في الخارج أو في أي مكان في العالم. فتقريبا كل البلوجرات اللي بيتحاسبوا على الفيديوهات اللي هي فيها خدش حياء او كان فيها لفظ مش كويس او حاجة زي كده. فبعيدا عن ده كله، المهم ان هي طلعت بالسلامة علشان ولادها. فعلا مامتها كانت بتصعب علينا جدا، ومامتها اثبتت قد ايه ان هي بطلة، وقد ايه ان هي ام، وقد ايه ان هي جدة، وقد ايه ان هي ست اصيلة، وقد ايه ان هي الست فعلا كلنا نقول لها تسلم. تسلم على صبرها، وتسلم على تحملها للأطفال، وتسلم على وقفتها الجامدة في ظهر بنتها في شدتها. وهي دي الأم اللي تستحق فعلا تكرم وتبقى أم مثالية، لأنها فعلا بجد والله العظيم أعانت بنتها في سجنها وهونت عليها شوية و... ويا رب يا رب يا رب يرضيها الست الطيبة دي. دي كلمة حاجة كانت لازم تتقال في حق الست الطيبة دي، اللي شالت وربت وكبرت وعلمت ودخلت وربنا كرمها. ف... فأنا حسيت بجد والله العظيم لما أم مكة بتراضي الست الطيبة دي، ربنا بيراضيها بسبب أمها. خلينا اقول كلمة كمان للناس اللي ما بتصدق تشوف حد دخل السجن وبتشمت فيه، واللي بيقعد يقول لك احسن ومش عارفه ايه والكلام ده كله. جماعة ممكن الادوار تتبدل في ثانية، والوضع يتغير في ثانية، وكل حاجة تتغير في ثانية. فليه نشمت في حد، وليه نقول احسن، وليه نقول ده كويس وده مش عارفه ايه وكده. يوم عنده يوم عندك. فيعني الواحد ما يشمتش في حد. خلينا نقول كلمة أخيرة بس عشان خاطر إنه الواحد أو الحسنة اللي طلعناها من الموضوع ده، إنه في رقابة أكتر صارت على السوشيال ميديا في حتة إن هو إيه بقى، ان انا قبل ما اقول الكلمه ابقى حاسباها، عارفه هقول ايه. انا مش هخدش حقيقة حد، انا مش هطلع استفز حد مجرد ان انا اجيب مشاهدات ولايكات. انه المنصه ما بقتش منصه ردح، هتبقى منصه نظيفه تقدم شيء مفيد، شيء كويس. فدي من الايجابيات اللي حصلت فعلا في حكايه ان هو تم القبض على البلوجرات، او حتى على التيك توكر او اليوتيوبر او اي حد بيقدم شيء فيه اسفاف، فيه ابتزاز، فيه شيء يضر المجتمع. فدي كانت حاجة حلوة بصراحة ربنا، وهنفضل فخورين بيها انه كل يوم الدنيا بتنضف. وتاني شكرا لأم مكة، انها فعلا نموذج مشرف للست المصرية الأصيلة اللي تقدر تعين بنتها وتقف في ظهرها وتسندها، وان هي قدرت تقف مع بنات أم مكة في سنها ده. وربنا يجازيكي خير يا رب، اللهم امين. واتمنى من كل الناس يشكروها على صبرها وعلى وقفتها. و الحمد لله على سلامة بنوتك. السلام عليكم.